التسجيل لا تنسى. صلوا على محمد وآل محمد. وعلى حب الزهراء ثانية أثابكم الله. ولتعجيل الفرج ثالثة أثابكم الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين. صلى الله عليك وعلى سيدتي نساء العالمين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا الحسن. صلى الله عليك وعلى ولديك يا الشهيدين وعلى التسعة المعصومين من ذرية الحسين. يا راكبا متن وجناء غذايا فرم. يا راكبا متن وجنايا غذافرا تطوي أديم الفلايا بالوخد والرمل. غرج بنا على النجف الأعلى وحي به قبر الإمام أمير المؤمنين علي. واخلع إذا جئته النعلين إنك في واد سمام. أنت طه رجل منتعلي. نور الإمامة قد لاحت أشعته فرد الشمس بالخجل أن وفيه قسيم النار يأمرها. هذا لك اختطفيه ثم ذلك لي. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. في بداية الحديث، ما هو الصدق؟ ساعات الإنسان يتحدث عن قضايا إلها اعتباراتها، إلها خصوصيتها. يعني اللي وضع اللغة أنا وأنت وهاي الناس اللي عاشت الأجيال، ولذلك ماكو وحدانية وضع كما يقولون أهل الفلسفة. يعني أنت لو كان أكو وحدانية وضع لما كانت هنالك لغة إنجليزية ولغة عربية ولغة فرنسية وفارسية وغيرها، لكان كل اللغات مفهومة عند الناس. ليش؟ لأنه الوضع واحد. ولو كان القضية لا، أنه أنا وياك قعدنا
واتفقنا على أنه تكون اللغة بهذا الشكل، فهم نفس الحالة، لكنه اللغة هي نتاج ناس ونتاج أجيال ونتاج شعوب مختلفة ونتاج ثقافات مختلفة، ولذلك يصير انقداح بالذهن أنه إذا قلت هذه الكلمة فهي تعني الموضوع المعين، وإذا قلت الكلمة الثانية فهي تذهب كذلك إلى موضوع آخر مختلف تماماً عن الموضوع الأول. زين، الآن نجي إلى كلمات ترد في القرآن: الذي جاء بالصدق. يا ترى ما هو ذلك الصدق حتى نحن نتحدث عنه؟ دائما الإنسان لعله يسأل نفسه، يقول له بني كن من الصادقين، أو مثلا يتحدث مع صديق له أو أخ له يقول له كن صادق في حديثك. الصدق هو مطابقة الواقع، يعني أكو للواقع حقيقة. عندما تتحدث كلامك إذا طابق الواقع يقولون هذا صدق، يعني صادق هذا الواقع. الكلام إذا ما يكون مطابق إلى الواقع يكون كذب هذا الكلام. الذي جاء بالصدق وصدق به. طبعا هنالك البعض ومن ضمنهم ابن عاشور يقول هنالك فصل بين الجملتين، فصل كبير بين الذي جاء بالصدق جملة والتصديق بالصدق هذه جملة أخرى، يعني أنه هنالك صدق قد يأتي، لاحظ أكو هنالك حالات من الصدق، لكن التصديق بالصدق يحتاج كذلك إلى لطف رباني، يحتاج إلى جهد من الإنسان. يعني أنا ساعات أشوف أنه أكو مجال لي أنه أتبع شيء صادق، لكن تصديق هذا الشيء من عدم تصديقه يحتاج لي إلى أي شيء؟ إلى جهد من عندي، كن أبذل جهد، هذا الجهد يمنحني الفرصة أنه أتعامل مع ذلك الصدق وأنتقل معه. ولذلك تشوف في الروايات من تفتح التفاسير خاصة في هذه الآية الكريمة تشوف أنها وردت بإيرادات متعددة، منهم من يذهب إلى أنه الذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي صدق به أبو بكر، ومنهم من يذهب إلى أنه الذي جاء بالصدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والذي صدق به علي عليه أفضل الصلاة والسلام، ومنهم من يقول الذي جاء بالصدق، وهذه نوع من أنواع أنا أسميه الهروب، لأنه هم دورات أنت من تجي إلى رأي مجاهد والسدي دول آرائهم ما تقدر تتجاوزها في بعض الأحيان، فمن يجي يقول لك إنه هذه لفلان نزلت في فلان تحس أنه قد ضيقت حلقة النقاش في هذه المسألة، والروايات تأكد هذا الشيء. على كل حال قالوا أنه الذي جاء بالصدق جبرائيل عليه السلام، والذي صدق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الليلة أنا ما أحب أنه أقول أنه هذه الرواية لمن وشنو اللي نزلت على من وبحق من، لأنه إحنا نتحدث عن الصدق ونتحدث من خلال تعريف الصدق. يعني إحنا من قلنا في البداية تعريف الصدق شنو؟ هو مطابقة الواقع. طيب بعد الآن الأسماء ما تنفع، الواقع هو الذي ينفع. بعد أنا ما أجي أتابع الأسماء، أكو في بعض الأحيان تشوف حتى بعض أخواننا على الشات وعلى المناقشات هذه اللي تجري على الانترنت وغيرها، أنا إذا عندي فد شيء هو مطابق للواقع، بعد أنا ما أحتاج أناقش أنه هل نزلت بفلان أم بفلان أم بالمؤمنين أم بهذه الروايات. هذه الروايات ممكن يعني إحنا هسه إذا نشوف في حديثنا
نشوف أنه كثير من الروايات اللي تصدر ليس لها أصل، وبعض الروايات أصحابها يعيشون حالة الكذب، يعني طاولوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم وضعوا أكاذيب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول عاش بين المسلمين وجاء بهذه الرسالة، وعندما جاء بهذه الرسالة هذا الشيء من واقعهم من حياتهم، يعني تواترت عليه حياة المسلمين، عاشوا في حالة تواتر. التواتر أنه هنالك رسول اسمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الرسول هو الذي جاء لهم بهذه الرسالة وأعطاهم هذه الهداية. والله سبحانه وتعالى سدده في كثير من المواقف، في بدر وفي حنين وفي أحد وفي غيرها، والقرآن شاهد على ذلك. وتواتر المسلمين، إجماع المسلمين جميعهم على هذا الأمر كذلك ثابت. وفي حياة الرسول توجد مناقشة مهمة بحق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مفاد النقاش يقول أنه في حياة الرسول هنالك مراحل. المسلمون عاشوا مع مرحلتين من مراحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مرحلة ما قبل وفاة الرسول وما بعد وفاة الرسول. لأنه من يمتى صاروا مسلمين هم؟ من بعد البعثة. من بعد البعثة ما شهدت إلا أمور داخلية اللي هي الهجرة، وقبل الهجرة وبعد الهجرة وقبل الفتح وبعد الفتح، هذه أمور جميعها داخلة في التقسيم الأول اللي هو أي تقسيم؟ حياة الرسول. وما بعد حياة الرسول ما من مسلم مقياسه إلا على أساس هذا القياس، حياة الرسول بعد البعثة ووفاة الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم، هذا التقسيمين. لكن عندما نريد أن نناقش في حياة علي بن أبي طالب، أمير المؤمنين يتنقل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث مراحل: ما قبل البعثة وما بعد البعثة وما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يستطع أحد من المسلمين أن يحرز ذلك سوى علي وخديجة عليه السلام، وخديجة قد توفيت في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما علي فقد بقي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول وضع فاصل لهم. الفاصل واضح، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن كذلك وضع فاصل للمسلمين ما قبل وفاة الرسول وما بعد وفاة الرسول. ما وضع الرسول أو القرآن الفاصل ما قبل البعثة وما بعد البعثة وما قبل الهجرة وما بعد الهجرة. هذه فواصل كانت هي داخلية، يعني تقسيمات داخلية في التقسيم الأول. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء القرآن ونزل على صدره قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا التقسيم هو تقسيم واضح لحياة المسلمين، وهذا التقسيم أكيدا لا يشمل علي بن أبي طالب، لأن علي في حياته غير مشمول في هذا التقسيم. علي له خصوصية خاصة أنه غير مشمول بهذا التقسيم. الإمام علي عليه السلام تحمل تركة ثقيلة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه التركة التي تحملها منذ الأيام الأولى، في الأيام الأولى لوفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت هنالك قضايا متعددة وقعت على عاتق أمير المؤمنين، ولعله من أهم هذه الأشياء هي: هل أن علي قد جبر على البيعة أم لم يجبر على البيعة؟
من أهم هذه الأشياء أنه التعيينات التي جرت ما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبناء الطلقاء. الحالة الثالثة التي جرت هي كثير من حالات التي هي عبارة عن العنف والتعسف في حق المسلمين. حالة أخرى جرت في حياة أمير المؤمنين سلام الله عليه وقبل أن يحصل على خلافته هي قضية التحريف وإنشاء تشريع جديد، وكثير من القضايا الأخرى اللي لعله ما تحصى، قضايا في جمع القرآن، قضايا في جمع الروايات، هذه كلها أمور جرت في حياة أمير المؤمنين. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أول ما واجه في بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يتعامل مع الآخرين، وعلى أساس أنه البيعة. قالوا أن عليا قد بايع، وكيف بايع؟ قالوا أنه بايع من خلال أنه بعث إلى أبي بكر في بيته، قال سوف أبايعك بشرط. ما هو هذا الشرط؟ الشرط أنه أبايعك بالسر أمام بني هاشم فقط، يعني بيعة علنية ما عندي إلك، لكنه بيعة خاصة. وأمير المؤمنين سلام الله عليه كانت طبيعته أنه هو الحق، علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه أينما دار. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. طيب إذا كان هذا هو الحق والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد أن عليا مع الحق ويؤكد أنت يا علي خليفتي من بعدي، فكيف أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتجرأ ويفعل هذا الشيء؟ هذا نوع من أنواع الخيانة. الخيانة هي أنك تخون الناس الذين ائتمنوك. إلى حين وفاته سعد بن عبادة، هذا الرجل من أنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يبايع، وكان مناصرا نعم لعلي بن أبي طالب. كان كذلك قيس بن سعد بن عبادة مناصرا لعلي بن أبي طالب. كان هنالك عمار بن ياسر، كان هنالك أويس القرني، كان هنالك مالك بن النويرة، وكثير من الأشخاص الذين لم يبايعوا كانوا يقفون مع علي بن أبي طالب في موقفه. رشيد الهجري، ميثم التمار، كميل بن زياد، والكثير من الشخصيات، مالك النخعي، مالك بن الأشتر النخعي، هؤلاء جميعهم عاشوا مع علي عليه السلام مصداقية العمل، لم يتنازلوا عن ذلك الحق. فكيف لعلي أن يخون هؤلاء الناس؟ هل من المعقول أن علي قد أخذ أبا بكر على جهة ووضعه في بيته وأمام بني هاشم؟ هل ينسى علي ما فعل بداره وكيف أوقدوا النار عليه؟ وأبو بكر نفسه يقول ليتني لم أنتهك دار فاطمة، ليتني لم أتقرب من دار فاطمة، ليتني كنت خضرة في فم البهائم حتى لا أبقى على قيد الحياة. وهذا اعتراف من أبي بكر، وكثير من الاعترافات التي جرت. طيب هذا الإنسان اللي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أمير المؤمنين عليه السلام يعرف أنه له الدور المباشر في سلب حق الزهراء، في الهجوم على الدار، في كثير من القضايا، كيف يوافق على أنه يتعامل معه بالسر؟ هذه قضية من الناحية المصداقية ما تستطيع أنه تصدقها، لأنه قضية خطيرة جدا. طيب العباس بن عبد المطلب عم أمير المؤمنين، العباس عندما جاء أمير المؤمنين لتغسيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا فعل العباس؟ العباس وضع يده على يد علي، قال يا علي أبايعك، قال يا عم بالعلن وليس بالسر.
إذا عندك بيعة تعال خلنا نتبايع بالعلن أمام الناس، مو أنت تمضي لي على قضية في السر. هذا عمل مثل ما يقولون عمل هذا غير مشروع، عنه لا خير في كثير من نجواهم. الإنسان اللي يريد يتعامل على أساس الحق لا بد أن يكون واضحا أمام الناس، لا بد أن يكون في تعامله بوضوح. وأمير المؤمنين وسيد المتقين وقائد الغر المحجلين علي عليه السلام ليس من المعقول أن يتعامل مع هذه القضية بالخفاء. من الأمور الخطيرة التي واجهها أمير المؤمنين في حياته بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التحريفات التي جرت في داخل الإسلام، ولعله أول مواجهة كانت لمجموعة من النساء خرجنا فرحا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضربنا الدفوف، وكان الحكم عليهن شنو؟ بقطع أيديهن. أمر الخليفة أنه يقطعون أيديهن وتنتهي المسألة، والإمام سلام الله عليه وقف بوجه هذا النوع من الحكم وقال أنه غير جائز. الناس إذا عندها هيك نوع من التصرفات لعله تعزر، لعله تطرد، لعله تحجز، لكنه ما عندنا حكم شرعي أنه نقف أمام الناس ونقطع أيديهم فقط لأنهم قد قالوا أو فعلوا أو ضربوا بالدف أو ما شابه ذلك، لأنه الأحكام أحكام الله سبحانه وتعالى. ملاكات الأحكام، أنت من تجي إلى حكم معين بملاك، الملاك مو أنا وأنت نحددها، الله سبحانه وتعالى هو حدد الملاك، المصلحة في أحكامه. إذا كان هنالك مصلحة السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لكنه من تجي إلى إنسان مو سارق، إنسان جريمته جريمة أخرى، جريمة عن طريق مثلا قول الفحش، جريمة أخرى عن طريق مثلا أفعال أخرى، النصب، الاحتيال، غيرها، هذه إلها غراماتها وإلها قوانينها في داخل الإسلام، في القوانين الإسلامية. ما نستطيع إحنا نجيب أحكام من مكان معين ونلصقها بمكان آخر. مو معقولة الآن الزاني تجي تقطع عيده والسارق مثلا تجي ترجمه، هذا ما عندنا في الشريعة هيك شيء. الإمام سلام الله عليه اصطدم بهذا النوع من الأحكام، اصطدم بسنة أخرى، يعني وضعوا سنة، هذه السنة لم يكن لها وجود، وهي سنة الشيخين. فهذه السنة حقيقة لدينا الأحكام عندما تشوفها إما تأتي من القرآن وإما تأتي من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإما تأتي من خلال العقل. يعني الآن عندما البعض يسأل يقول يابا أنا شلون أفتهم أكو مثلا ولاية أمر، لابد من ولاية أمر. ولاية أمر ولاية عقلية. ليش؟ لابد أنه للبشرية لابد من وجود شخص يقود هذه البشرية. عندما أجي أقول أنه هذا الإرث كيف يكون مثلا، هل هنالك إرث للكلالة أم لا؟ توجد آيات وتوجد روايات في هذا الأمر. مثلا لدينا في قضايا أخرى، مثلا قضايا الوضوء نقول هنالك آيات قرآنية وهنالك أو آية قرآنية وهنالك روايات تحدد هذه المسألة. إذن الأمر محدد تماما من قبل الشريعة، لكنه أمير المؤمنين سلام الله عليه قد واجه مسألة خطيرة جدا، أنه يناقش على أساس يا علي انصاع إلى ماذا؟ إلى سنة جديدة، سنة الشيخين. وعندما بويع علي بن أبي طالب من أجل أنه يشترك، أو اختير علي بن أبي طالب من أجل أنه يشترك في هذه المجموعة التي اختارها عمر بن الخطاب من أجل أنه ينتخبون أو يرشحون خليفة للمسلمين، فقال له عبد الرحمن بن عوف أن تبايع يا علي على قول لا إله إلا الله وعلى الإيمان بكتاب الله وبرسول الله، وأن تؤمن بسنة
الشيخين. طيب الإمام سلام الله عليه طبعا لا بد أن يكون من أول الرافضين لهذه المسألة، لأنه هذه مسألة خارجة عن الإطار العام، خارجة عن الإطار الحقيقي. ثم هنالك ظهرت لدينا قضايا خطيرة تماما في حياة المسلمين، وهي أبناء الطلقاء قد أرجعوهم. الإمام سلام الله عليه قد عاش مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما قبل البعثة، ولذلك عندما رفعوا المصاحف في صفين الإمام سلام الله عليه قال لهم: عباد الله أو عباد الله، إني أعلم بكتاب الله من غيري، وإن ابن أبي سرح وإن معاوية وعمر بن العاص وعكرمة وغيرهم هؤلاء أشد الناس أو أبعد الناس عن كتاب الله. لقد صاحبتهم صغارا أو وصحبتهم صغارا ثم صحبتهم كبارا، فكانوا أشر خلق الله صغارا وأشرهم كبارا أو أشرهم كبارا. دولي ناس أنا أعرفهم، دولي أنا عشت معاهم من حياة الصغر. عندما كانوا أطفال كانوا يضعون الزجاج والأحجار والأشواك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طريقه. عقبة ابن أبي معيط كان يأتي بتلك الكرشة والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا بقرب الكعبة، يجي يشق الكرشة ويذبها على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعرفون شنو الكرشة؟ الفضالة مال الحيوانات. زين، عندما تأتي إلى عكرمة ابن أبي جهل، من هو أبو جهل؟ أليس أبو جهل هو أشد الكفار؟ أليس أبو جهل هو الذي كان يقف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يثري عليه التراب في يوم من الأيام؟ تروي أحد النساء رواية لجارية عند واحد من الأشخاص، تقول هذه كنا قرب ينبوع فجاء محمد. صلوا على محمد وآله. تقول احنا وقفنا وكنا نطلع وإذا برسول الله قد جاء جلس على صخرة ثم بدأ يدعو إلى ربه. هذه كانت غير مسلمة، فيما بعد صارت مسلمة. تقول كان يدعو إلى ربه. يقول فجاء أبو جهل وبدأ فيسبه إلى أن تقرب منه والرسول لا يتحدث مع أبي جهل، فأخذ التراب ثم بدأ يرميه على رأس رسول الله ويشتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرجعت أحد الجاريات إلى مكة. عندما دخلت إلى مكة كان قد قدم من؟ حمزة عليه السلام. قالت يا حمزة الحق، يا حمزة إن ابن أخيك قد تهجم عليه أبو جهل وسبه وأثر التراب على رأسه. واتجه حمزة قال لأبي جهل أنت الذي فعلت هذا؟ قال إن ابن أخاك سوف يجنن شباب مكة، سوف يغير علينا شباب مكة. فضربه حمزة. هذه القصة المشهورة في أنه قال له ردها علي إن استطعت، وأنا أول من آمن بمحمد وأنا أول من يصدقه أمامك يا أبا جهل. فإذا مثل هذه الشخصيات اللي أرادت أن تتحكم بالإسلام، هذه شخصيات يعني عندما يأتي الوليد بن عقبة بن أبي معيط وهذا يتجرأ على المسلمين ويصبح هو القائد وأمير المسلمين وين؟ في الكوفة، ويصلي بالناس ما شاء أن يصلي، ويأتي على دكة الحكم وهو سكران. هذه قضايا أمام أمير المؤمنين قد حدثت. تجي تلاحظ أن هنالك قضايا أخرى، هنالك تحالفات، هنالك كثير من التناقضات في حياة الناس الذين كانوا يعيشون مع أمير المؤمنين، وإلى أن وصلت الدرجة أن الإمام تحمل عبء هذه المسائل، أنه وهو يقول لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين إلا ما بها
إلا ما بها علي جورا خاصة أو ما شابه ذلك. الإمام سلام الله عليه كان يتحمل فعلا، ولعله أكثر الإيذاء عندما هجموا عليه في دار فاطمة. الإمام سلام الله عليه في الروايات اللي تذكر، وهذه قضية لعله أنا ما ذكرتها لأنه لكم، قضية القبائل إيش رادوا يسوون من أجل تعبئة الناس. جمهور اللي كان موجود سابقا شافوا أنفسهم أنه إذا يعيشون فقط على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه فد مشكلة كبيرة حتى عندنا، أنه إحنا ما نفهم وضع الأصحاب. في بعض الأحيان كثير من الأصحاب قد تعرضوا إلى الإيذاء. يعني يقولون في زمن الحجاج كان يجيب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين بقيوا على قيد الحياة، يجيبهم ويكويهم من قفاهم، يجيب لهم هاي حديدة ويكويهم، فد إشارة علامة لكل صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كوى سهل بن سعد، وكوى أبي سعيد الخدري، وكوى جابر بن عبد الله الأنصاري، وحاولوا كذلك أن يجعلوا علامة في جسد عمار بن ياسر وكثير من الأصحاب. طيب هذه مشكلة كبيرة إذا كان التعامل مع أصحاب رسول الله على أساس أنه تضع علامات. أجل الله سامع يسام كما تسام الإبل كانوا يحطونها ويجيبون حديدة يحمونها حارة ويحطون بها علامة، هذه الإبل تابعة إلى فلان. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضعوا لهم هذه العلامات، هذه الإشارات. الخليفة الأول والخليفة الثاني استعملوا القبائل، بحيث عندما هجموا على علي في بيته هجموا عليه. معظم الذين هجموا على علي الذين كانوا مع الخليفة الثاني، معظم هؤلاء كانوا من الأعراب، قبائل خارج المدينة، قد نادوهم ثم بعد ذلك استعملوهم لهذا الأمر. وهذه مسألة خطيرة لابد أن تدرس في التاريخ. فلذلك يقولون دخلوا عليهم أو أوقدوا النار أو هجموا على الدار إلى أن وقعت الزهراء سلام الله عليها. يقولون وقعت في مرضها. أمير المؤمنين سلام الله عليه كان من الإيلام الذي به أنه يأتي إلى فاطمة سلام الله عليها. يقول الراوي: في يوم من الأيام دخل على فاطمة وقد اشتد بها المرض والأذى، جلس عند رأسها، أخرج جميع النساء حتى سلم على مكانتها، ثم وضع رأسها في حجره. قالت له: يا ابن الغم، أريد أن أوصيك بأشياء. قال لها: أوصيني بما شئت. أوصته الزهراء عليها السلام بعديد من الوصايا، ثم قالت له: يا ابن الغم، هل عهدتني خائنة أو كاذبة منذ أن عاشرتك؟ قال لها: لا والله، أنت أتقى وأبر من أن أوبخك بكلماتي من مصيبة إلى مصيبة ما أعظمها وأجلها. لقد جددت علي مصاب رسول الله. يا بتقل له: وحشة يا ابويا، وحشة غدت، وحشة الليالي، هو الحزين خيم على غيالي، وانهدم سور الجايان غايالي.
فقد يا ابويا وشوف حالي وشنو الصدق لي وجرالي. فعلا يقولون أن الأمير سلام الله عليه قد دخل لتغسيل فاطمة عليها السلام عندما وافاها الأجل، ثم بعد ذلك يقولون تنحى جانبا فجلس. دخل عليه سلمان كأني به يقول يا أبا محتجب ليش يا بدر البدور؟ يقول له غاية نت شفت الضلع مكسور على المغسل وصار الضلع نصين حمى الضائغات بعدك ضعنا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافينا واعف عنا وقنا عذابك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا هذا اليسير واعفو عنا الكثير الكثير يا أرحم الراحمين. الأخوة الحاضرين، الأخوة المؤسسين، تقبل اللهم أعمالهم بأحسن قبولك يا الله. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات من مات على الإيمان، إلى شهدائنا علمائنا من لهم حق علينا. رحم الله من قرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.